طيب الفيديو ده للناس اللي عايزة تسوق لمنتجات زي المنتجات الخاصة، يعني مجال التشطيبات أو المجال بتاع الأساس، أو المجال بتاع الديكور. فخلينا نتكلم كده. مثلا لو أنت عندك شركة مثلا تشطيبات مثلا عقارية، أو شركة للأساس عايز تبيع مثلا منتجات، عندك عفش، غرف نوم، سوفرز، الحاجات دي كلها. احنا هنستخدم مثلا سوق الاماراتي كمثال، نوضح فيه ازاي نعمل تارجتنج، ونحط مثلا داتا تارجتنج للناس المهتمه يعني بالمجال ده، الداتا تارجتنج بتاعتهم ايه، والبيهيفيرز نفسها عامله ازاي، وازاي نعمل اكسكلود للفئه بتاعه العماله اللي هناك، على اساس ان احنا نحسن الكواليتي بتاعه الكامبين. خلينا نبدا كده. طيب انا هاجي هنا هدوس كرييت، وهبتدي اعمل الاستراكشر بتاعت الكامبين. احنا الطبيعي يعني ان احنا بنختار الباينج تايم بتاعت ان احنا بندخل في مزاد، فمش ان انا مثلا مكان حاجز ان انا اظهر فيه قبل كده. لا، احنا هنبتدي بالاوكشن ان هو كمزايده بيني وبين الشركات التانية او المنافسين اللي هي في السوق. فانا عامه طول ما انا عندي ويب سايت، انا بفضل الاستراتيجي ان انا على طول عاوز ترافيك على الويب سايت بسعر مثلا رخيص، مش ان انا على طول بعمل سيلز. يعني انا هفترض مثلا ان انا عندي محل، فانا طول ما انا عاوز يعني المحل بتاعي شغال عشان اقدر اجيب عملاء او الناس تبتدي تشوف المنتجات بتاعتي. فانا عاوز ترافيك مثلا، ناس كتير معديه من قدام المحل بتاعي، فتبتدي مثلا انا اعرض منتجاتي، او مثلا حد شاف مثلا حاجه وهو ماشي من قدام المحل، فالمره الجايه هيجي ياخدها. ده طبعا مثال بسيط كده، بس نفس الكونسيبت بتاع الترافيك، ان انا بعمل الاوبجيكتيف بتاعتي ان انا محتاج ناس تيجي ترافيك. طبعا الداتا تارجت بتاع الترافيك دي انا بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اجيب ناس مهتمين اكتر بمجالي. فاحنا هنعمل تو كامبين، ان هو مثلا هيبقى فيه اول واحد اللي هو الترافيك، وبعد كده السيلز. طيب انا الجول بتاعي ان لازم يبقى فيه ترافيك عندي على الويب سايت، ان الناس تخش عشان انا ابتدي ادرس اهتماماتهم، وابتدي ادرس هم مهتمين بايه. فنفترض مثلا ان احنا الويب سايت ده، انا مش عارف ده بتاع مين، بس هو موجود في الامارات، فاحنا هناخده مثلا كمثال. انا بس عايز يعني اوضح طبيعه العميل اللي بيخش يعمل براوزنج، يعني اللي هو مثلا بيبقى الكونفرجن، فيو كونتنت، او بيرشز، او ايا كان اللي هو طبيعه العميل او سلوك العميل جوه الويب سايت. فانا كل اللي انا بعمله ان انا عاوز اليد ناس من الفيسبوك او ايا كان، مثلا التيك توك او اي حاجه. مثلا طبعا بنتكلم على الفيسبوك دلوقتي، فهناخد الناس مثلا من جوه الفيسبوك هنوديهم على الويب سايت ده. طبعا وانس ان انا بخش انا يعني ايا كان، يعني انا بنزلهم على صفحه المنتجات على طول، كلاندنج بيج مثلا، او بنزلهم على الهوم بيج ان هم يبتدوا يعملوا براوزنج يعني. فانت دي طبعا راجعه لك ان انت لو عندك ويننج برودكت ممكن تنزلهم عليه على طول، او عندك اوفر، فبتودي من الفيسبوك على الاوفر على طول. لو عندك مثلا منتج انت عامل عليه خصم كبير او حاجه، هتخلي الناس تبتدي مثلا تشتري منك على طول. المهم يعني، فخلينا احنا دلوقتي مثلا انا جيت من هنا من الفيسبوك ترافيك، بخش هنا. ما انا بشرح طبعا دلوقتي مثال لطبيعه العميل او الترافيك اللي بيخش. انا مش داخل اشتري، انا ده يعني الاوبجيكتيف بتاعتي ان انا ترافيك. فانا بخش مثلا بفتح هنا مثلا ايه، فرنتشر مثلا، بفتح بلاقي منتجات كتير. فانا كل ده داخل انا ما اعرفكوش اصلا، ولا اعرف ايه البراند ده. بقعد اسكرول اب، بسكرول داون، دي شكلها كويس، فبروح فاتحها هنا، اخش اعرف سعرها، وتمام ماشي، واروح ايه خارج قافل الصفحه. طب واحد تاني من الترافيك ده جه مثلا فتح، هو مهتم بمجال مثلا، راح فاتح مثلا كيرتن ستاير، فقعد فتحها كده، هو لقى مثلا هنا كوليكشن، تمام ماشي بتاع. لا لا، ده ما فتحش ولا منتج، لا حاجتهم مثلا مش دلوقتي، او انا مش مهتم بالمجال ده دلوقتي، قفل. طيب اوكي ماشي، حد تاني دخل مثلا مهتم مثلا بمجال الاضاءات والحاجات دي، راح فاتحها، تمام دي اوكي شكلها شيك، راح فاتحها تاني مكمل. طب بكام دي؟ طيب ماشي اد تو كارد مثلا، طب عمل لها اد تو كارد. فهي كده بقت عندي هنا مثلا في السله. طبعا القصه كلها ان انا بليد ترافيك كتير. يعني انا مثلا بيبقى الاوبجيكتيف بتاعتي الترافيك دي، فطبعا ببقى حاطط لها، يعني انا عامه يعني الاستراتيجي بتاعتي ببقى بفضل ان هو مثلا لو معايا بادجت مثلا 1000 دينار او 1000 ريال او اي 1000 جنيه، باخد مثلا منهم 80% للكامبين بتاعت السيلز، و20 او 25% للكامبين بتاعت الترافيك، وبسيبها على طول شغاله. ليه؟ لان انا في الاول وفي الاخر انا محتاج اغذي الالجوريزم بتاعت الفيسبوك، واغذي البيكسل. ان هو لما اجي اقول للبيكسل وريني كده الداتا اللي عندك، انت مش قاعد مثلا بتعد لي كام بيعه وكام مش عارف ايه بس، لا انا محتاج منك شغل. انا محتاج ان انا اشغلك عندي، ان انت تقعد تعمل لي شويه حاجات، تديني شويه اناليسز. لما اجي انا مثلا
هاجي اقول له لو عندنا عملاء في المجال بتاعه الكيرتنز، كام واحد دخل فتح الكيرتنز دي وقعد ينقي ويشوف؟ هيقول لي مثلا 1000. فانا اقول له اه، طب كام واحد منهم عمل تشيك اوت؟ الحاجات دي كلها كميديا باير طبعا انت بتبقى زي بيبقى فيه مثلا مش فوركاستنج. الفوركاستنج ده طبعا المسؤول عنه السيلز مانجر او ايا كان الاوبريشن اللي موجود في الشركه دي او اي حاجه. بس انت لازم تبقى مثلا لما تيجي تبقى قاعد مع حد او عاوز تعمل ريكومنديشن ان حد عنده ستوك، فانت ممكن تقول له انت دلوقتي عندك ناس بتعمل ترافيك كبير جدا. طبعا كل ده بناء على الاناليسز او الانسايتس اللي انت بتقعد تقراها من الويب سايت والبيكسل. فانت بترجع مثلا بتقول لهم لا يا جماعه انا عندي ترافيك كبير جدا على اللايتنج دي البرودكت ده، فانتوا البرودكت ده مثلا ممكن تعملوا عليه اوفر بناء عن ايه بقى؟ مش بناء عن ان انت شايف ان المنتج ده حلو او هم شايفين ان المنتج ده ويننج، لا الارقام هي اللي بتديك مثلا ايه جايد لاينز كده ان انت تمشي عليها، وتخليك تعرف انت هتبيع ايه او المنتجات بتاعتك اللي ممكن تشغلها ايه. بلس طبعا الاوبجكتيفز بتاعتك اللي انت شغال عليها. يعني مثلا لو عندك كام منتج تانيين، انا الهدف ان انا اقعد ابيع كل منتجاتي، مش ان انا مثلا اركز على منتجين ثلاثه. انا منزل 20 30 منتج 1000 منتج انا عاوز ابيعهم كلهم طبيعي. فالمنتجات التانية نازله دي لازم تتباع. فانا كل يعني او ايا كان يعني حتى لو انا دخلت هنا بنقي الحاجات دي كلها، انا كده عندي قدره شرائيه. انا في مرحله ودي مهمة جدا يعني. انا على طول ليا كده يعني استراتيجي في المجال بتاعت التشطيبات العقارات دي. اللي بيشطب دلوقتي بيشطب او بيشتري عفش مثلا او بيشتري غرفة نوم او بيعمل الحاجات دي كلها، هو معدي على بروسس في مراحل التشطيب دي. يعني هو مثلا لو ابتدى يدور عنده مثلا فيلا او عنده شقه او ايا كان يعني الوحده ايه هي، فبيبتدي مثلا مرحله البياض او الشبابيك او السيراميك او الادوات الحاجات دي كلها. فهو ده كل ده هيعدي على بروسيس تانية. فده يعني بوتنشال كلاينت ليك انت، ان هو مثلا بيخش يشتري عندك مثلا الغرف النوم، فا اوكي احتمال يبقى محتاج غرفة نوم وغرفة انتريه، غرفة نوم وغرفة مثلا مكتب. فطبيعي ان انت ترجع تعمل له ريتارجتنج تاني بمنتج تاني. مش معنى ان انا اشتريت مثلا غرفة نوم فاوكي ما انا هحتاج مثلا يبقى فيه انتريه، هحتاج مثلا يبقى فيه مطبخ، هحتاج يبقى فيه مثلا وحدة مش عارف ايه. فكل دي برودكتس، كل دي داتا بتخش لي البيكسل عندي بتعرفني ان ده مثلا في مرحلة ايه. بس هو الموضوع محتاج ان انت تعمل انسايتس كتير وتفهم انت الداتا بتاعتك دي ايه. فافضل حل عندي ان انا اجيب الناس دي كلها بتيجي من الترافيك. خصوصا ان هو مثلا بيبقى سعر الترافيك طبعا قليل جدا يعني مقارنه باي مثلا اوبجيكتيف تانية اللي هي السيلز. طبعا احنا ممكن هو المشكله في الترافيك شويه ان هو ممكن ما يجيبش ناس عندها قدره شرائيه او هم بيدوروا مثلا دلوقتي يعني على طول الفيسبوك لما بقول له الترافيك والسيلز. الترافيك ده هو حد مثلا مهتم بيفكر، شاف منتج كده داس عليه مره بتاع، فهي يعني محدش يقدر يعتمد عليها ان هي تبيع له وتحقق له تارجت والحاجات دي كلها. لا، دي بتجيب ناس حد بيفكر. يعني انت مثلا شفت صورة بتاعت غرفة حلوة مش وحشة، بس انت كده عندك نوعا ما اهتمام، فاوكي ممكن تظهر لي تاني. ممكن طبعا انا بدخل عدد كبير جدا للويب سايت وببتدي ادرس هما ايه طبيعتهم، سلوكهم جوه عمل ايه. كل ما بيتقدموا هم بقى في الخطوات ان هم يوصلوا لمرحله مثلا حد عمل فيفوريت، حد عمل اد تو كارد، حد عمل مثلا تشيك اوت، الكلام ده كله، فهم كده عملاء مهتمين اكتر. وفي ناس بتخش يعني وانس ان هي فتحت الويب سايت بتخرج. طبيعي دي نسبه هتبقى كمان كبيره، فطبيعي. بس انا القصه كلها ان انا عاوز اطلع داتا بسعر كويس اعرف اشتغل عليه. فمش هروح طبعا اعمل كامبين سيلز وكامبين السيلز ده انا ممكن وانس ان انا وقفته انا كده ما عنديش حاجه اعملها. يعني هروح اقعد ادور عشان ابيع تاني لازم اعمل كامبين سيلز. طب اوكي انا رايح دلوقتي بقول للفيسبوك هات لي العملاء اللي بتشتري دلوقتي. طب هم اوريدي بيشتري دلوقتي، فانا دخلت مع الكومبيتيتورز بتوعي في منافسه. يعني هو نفترض ان اللي بيتفرج على الفيديو مثلا انت عميل وانا شركه واللي جنبي شركه، انا وهو بنتنافس عليك دلوقتي ان انت تشتري دلوقتي. ليه؟ لان انت بتدور يعني خلاص اولموست ان انت هتشتري وهتعمل البيرشيز بتاعتك دلوقتي. طبعا اللي بيعرف الحاجات دي كلها الالجوريزم بتاعت الفيسبوك ان انت قاعد بتدور وبتفتح وممكن تيجي عند مرحله التشيك اوت هنا كنت هتشتري بس مش عايز تستعجل وهكذا. فهو كل دي الحاجات دي بيدرسها مثلا الالجوريزم. فهنا الفيسبوك مدخلني في منافسه معاك. لا انا بروح هنا برجع لمرحله الترافيك.
واظهر لك انا مره واثنين وثلاثه وعشرة. طبعا يعني الحاجات دي كلها بناء ان انت لازم عندك منتج كويس، عندك ويب سايت كويس. يعني مثلا ما تعملش الحاجات دي كلها وتقول انا ما بيجيليش حاجه منه. طيب ما طبيعي ممكن الويب سايت بتاعك يبقى بطيء، يبقى شكله مش حلو، مزعج للعين. يعني اليو اي واليو اكس والحاجات دي مهمه جدا، ان الويب سايت يبقى مترتب، طريقه السورتنج بتاعت الويب سايت مترتب، سهوله ان هو يعمل تشيك اوت. الحاجات دي كلها بتفرق في المبيعات. لكن ما تدخلنيش مثلا على ويب سايت الكواليتي بتاعته وحشه جدا، او متلخبط، او انا مش عارف اعمل ايه، ولا مش فاهم السكشنز بتاعته، ولا طريقه السورتنج بتاعت المنتجات. لا مفيش حاجه يعني. مش هقعد هخش بقى عند اللي الدنيا عنده مثلا مترتبه، الدنيا سهله، اقدر ابليس اوردر كويس، اقدر اعمل اشوف الفاريشنز بتاعت اللي موجوده مثلا لمنتج معين، وهكذا. في حاجات كتير مهمه عشان تقدر تلم داتا كويس وتغذي الالجوريزم بتاعتك، وان انت توصل لمرحله كويسه. فعلى طول كامبين الترافيك دي على طول لازم تبقى شغاله. خلينا بس يعني ايه نمشي شويه. فاوكي احنا هنبتدي مثلا الاوبجيكتيف بتاعت الترافيك، مانوال ترافيك كامبين. كل ده عادي طبعا، انا هنخليها ترافيك عادي. هنيجي هنا مرحله الكامبين بادجت. دي مثلا احنا هنحط بادجت مثلا 1000. طبعا الارقام دي بقى على حسب الدوله اللي انت فيها يعني، بس احنا نقول مثلا ان احنا شغالين بالجنيه دلوقتي. بس هو طبعا احنا هنعمل تارجتنج لدوله الامارات. فا اوكي ماشي، احنا هنا عادي. انا هنا بس دي مرحله بتبقى مهمه عندي جدا، اني انا محتاج اعمل تيستنج للبرودكتس اللي عندي. يعني انا لو عايز اليد هنا ترافيك منتج مثلا في صفحه اللايتنج، ومنتج في صفحه مثلا الديكوريشن، ومنتج مثلا في صفحه الكيرتنز، الحاجات دي كلها انا عاوز اخلي ناس اخلي ناس تخش هنا وتخش هنا وتخش هنا. فانا بدل ما انا هعمل كده عشان اقدر اشوف مين المنتج اللي بيتباع عندي دلوقتي، او السيزون بتاعه دلوقتي، او ان انا مثلا عامل عليه اوفر دلوقتي، فانا محتاج اعمل حاجه اسمها اي بي تيستنج. الاي بي تيستنج دي احنا كلنا مثلا بنغلط في حته ان ايه، او بننسى يعني. بنوصل هنا مثلا يعني هنخلي مثلا الاد سيت دي ان احنا نخليها للكيرتنز. تمام، فاحنا اوكي دي الكيرتنز. انا بقى عاوز اتست مثلا منتج كان ايه مثلا لايتنج. فاوكي اللايتنج انا هعمله كويك دبل كيت هنا. فهو هياخد كوبي من الكيرتنز، وهروح اقول له هنا مثلا دي لايتنج. اوكي تمام. انا في الاخر بعمل ايه؟ بشغل الكامبين وبقعد اقرا الانسايتس بتاعت الكامبين ده والكامبين ده. بيبقوا مثلا كده، بيبقوا مفتوحين تحت بعض كده. فانا بقعد اعمل ايه عشان احلل النتائج بتاعتي، واعرف بقى ايه المنتج بتاعي الكويس، وايه اللي هعمل له ريتارجتنج، وايه اللي بيحقق واللي الناس مهتمه بيه. كل دي ارقام لازم انا اقعد اقراها. يعني دي الحاجات اللي بتفرق مثلا ميديا باير بين اي حد تاني. فانت بتقعد تقرا الارقام دي كلها. انا محتار بين الاتنين دول. فانا عايز ادخل فيسبوك او البيكسل مع او سوري او الالجوريزم معايا، ان هي تقول لي يعني ايه افضل حاجه ليا دلوقتي، ايه افضل حاجه ان انا اشغلها. انا بدرس طبيعه العميل بتاعي. فانا عايز اقول لها بقى ايه عشان تغذيني بعد كده، او تبقى مناسبه ليا بعد كده الكامبين اللي جايه. فانا بدل ما بعمل كويك دبليكيت واعملهم مانيوال، واقعد انا اقول تمام ده اللي نجح وده اللي مثلا مش وقته دلوقتي، او ده اللي فشل، فانا بروح جاي مثلا قافل الكيرتن بعمل لها كده اوف مثلا. طب ما انا كده ما استفدتش حاجه. انا اتكلمت على الكامبين دي بس انا عايز ادخل معايا الالجوريزم معايا ان هي تفهم طبيعه عميلي. ما هو بدل حد دخل في اللايتنج دي ودخل اهتم ودخل عمل براوزنج ودخل عمل مثلا اد تو كارد، في هنا ترافيك، في هنا ارقام كويسه عماله تعلى، في حاجات هنا عماله تعلى، في شغل هنا كويس. في هنا بقى المنتج ده ما حدش مهتم بيه. فدي ممكن انا بقى انوت البرودكتس دي، اقول مثلا ارجع للشركه اقول لها ان مثلا المنتجات دي ما حدش مهتم بيها دلوقتي، ده مش السيزون بتاعها. الكلام ده كله يفرق معايا، بما اني طبعا هو الموضوع اللي انا بقوله ده ممكن يبقى شويه للماركتنج مثلا دايركتور او السيلز مانجر، ان هو يبقى عنده البيانات دي كلها عشان يقدر يعمل مرحله الفوركاستنج والكلام ده كله. ان هو يبقى عارف ان مثلا المنتج ده محدش بيدور عليه، فيرجع للشركه يقول لهم مثلا ده احنا مش محتاجين نغذي الستوك، او مش محتاجين نجيب الحاجات دي دلوقتي. يعني الحاجات دي يعني ادفانسد شويه، او رايحه لحته الاوبريشن شويه. بس يعني انا عايز اركز ان انت تبقى مثلا ايه، يعني الحاجات دي بعد الميديا باينج شويه. بس هي القصه كلها ان انت لازم يبقى انت كميديا باير عارف انت بتعمل ايه، عشان لما تتحط مثلا في موقف زي ده تبقى انت فاهم هتعمل ايه. فاوكي احنا نقول ان ده مثلا اللايتنج ده او الكيرتنز دي هي جايبه حاجات كويسه جدا. اني انا مثلا نفترض ان انا عميل فوصلت مرحله ان انا بعمل الكيرتنز دلوقتي، هحط بس الكيرتنز وهنزل اجيب اللايتنج والكلام دي وهبليس اوردر عادي وتمام مفيش مشكله. فهنأجل اللايتنج شويه بس. تمام اوكي. الالجوريزم بقى ما عرفتش النقطه دي دلوقتي، مش فاهمه مني
ان النقطه دي ليه، لان انا الكامبين ده كان شغال وقفلتها. فانا طبيعه العميل بتاعي الويننج دلوقتي اللي هم بتوع الكيرتن. فانا النقطه دي بعملها ازاي؟ بعملها بقى بمرحله الاي بي تيستنج، اني انا برجع له بقول له ان لا انا هقرا الارقام دي، وانت خش معايا برضو عشان لما اجي اعمل كامبين تاني تعرفني او تجيب لي ناس مهتميه بالمجال ده اكتر او مهتميه بالبرودكتس دي اكتر. فبشيل دي مثلا، وباجي بقى مع عندي مثلا في مرحله الكيرتنز دي بقول له ايه بقى. باجي هنا مثلا في الكامبين وبقول له انا هعمل اي بي تيستنج. اي بي تيستنج ايه بقى الجول من الاي بي تيستنج؟ انا محتاج اعمل تيستنج ليه؟ مش للكرييتيف. الكرييتيفز دي لو مثلا انا محتار عندي منتج ما او منتج انا مصوره كذا صور، او مره صور مره فيديو مره فوتو سيشن مش عارف اعمل ايه. واحنا اتكلمنا على الحاجات دي قبل كده، ان لازم يبقى عندك على طول كرييتيفز. حتى لو الكرييتيفز بتاعتك مثلا متصوره كويس او حاجه، لا لازم على طول عندك حاجات كرييتيفز كتير ومختلفه للمنتج، عشان كل حد يشوف المنتج بتاع اللي هو بيحب وعايز يشوفه، يعني بستايل مناسب ليه. يعني في ناس بتحب تتفرج على الفيديوز، في ناس بتحب تتفرج على الصور، في ناس بتحب تتفرج هي صورة واحدة مثلا ما تصدعنيش ان انت تقعد توريني المنتج كذا مرة، وهكذا. في ناس ممكن تحب تشوف المنتج كفوتو سيشن، ممكن يو جي سي حد مثلا بيستخدم يعني مثلا الكنبة او بيقعد يعني بيمسك الماتيريال بتاعتها او الحاجات دي. فكل الحاجات دي انت لازم تشتغل عليها، سواء طبعا ان انت تصور بان انت تجيب مثلا تعمل فور سيشن او حاجات زي كده، او ان انت تشتغل بقى عليها بالاي اي. طبعا بقى في كرييشنز حلو للنقطه دي. فنيجي احنا عايزين نتست بقى الاودينس. احنا دلوقتي بنقول للكامبين بتاع الترافيك ان احنا عايزين نعمل تيستنج للاودينس، لان هما انت رايح هات لي الناس اللي مهتمين بالكيرتنز وكان اللايتنج. فاحنا دلوقتي بنقول له ان احنا هدخله في تيستنج او منافسه مع الكيرتنز واللايتنج. فاوكي ماشي، انا بقول له مده التيستنج دي قد ايه. مثلا انا طبعا يعني ريكومنديشن من 3 ايام مثلا لغايه 7، فهنقول له إيه اوكي يعني تمام. ايه بقى المترك اللي انا هستخدمه؟ يعني ايه اللي انا هيعرفني اني المنتج ده كويس او ناجح، او المنتج ده عليه ترافيك كويس ولا لا؟ انا هنا طبعا الترافيك بتاعي او الاوبجيكتيف بتاعتي هي ترافيك، مش ان انا بعمل بيرشز او ان انا بعمل الحاجات دي كلها. لا، في المترك بتاعي ان انا هحدد بيه المنتج بتاعي كويس ولا لا. السي بي سي اللي هو كوست بير لينك كليك. ليه؟ لان انا بودي الاعلان بتاعي لناس، كل ما حد يدوس عليه يبقى كده حد مهتم، كل ما حد يدوس عليه يبقى كده حد مهتم. فانا دي مهمة عندي جدا، اني انا بقول له هنا مثلا السي بي سي ده المترك اللي انا هشتغل عليه، ان كل عشان اعرف واعرف اقرا الارقام ان ده الجول بتاعي. اني مثلا بقت الكيرتنز اتداس عليها 1000 مرة، اللايتنج متداس عليه 5 مرات. فانا مش يعني لوجيك كده مش هروح اعمل كامبين على وادخلهم في منافسة مع بعض مثلا اللايتنج، واقول له لا انا عايز ابيع مثلا لايتنج بكذا. فانا عندي دلوقتي ويننج برودكت، او حد بيسيرش او اودينس بيسيرش على الكيرتنز، فدي حاجة بوتنشال اني انا اقدر اشتغل عليها. فاوكي هنقول مثلا نيكست. طبعا الاي بي تيستنج وانس ان انا خلصت الكامبين ستراكشر وعملت له ببلش، اول ما اعمل ببلش بيفتح لي ويندو تانية ويقول لي الاي بي تيستنج بتاعك انت عاوز تعمل فيه ايه. انت هتست برضه اللي بياكد عليا، بيقول لي انت هتست الاودينس تاني ولا لا. وفي وسط الحاجات دي بيديني زي مثلا كده بيسالني سؤال، ان هو بيقول لي دلوقتي الاي بي تيستنج ده شغال بين الاتنين دول، او انا ممكن اعمل اي بي تيستنج من كذا حد، يعني ممكن احط 10 حاجات. فنقول مثلا احنا اتنين، احنا المثال بتاعنا يعني. فهيجي يقول لي انت عاوز لما هو يقرا الارقام بناء على السي بي سي ويعرف المنتج الويننج برودكت عندك او الويننج اودينس عندك، فبالتالي هياخد البادجت كله ويوجهها للكيرتنز بس. فانت كده ايه في مرحله اوبتمايزيشن شغاله، وان انت تبقى قاعد الكامبين بتاعتك نتائجها بتتحسن على طول. نروح بقى مرحله الديتيل تارجتنج. فهنعمل هنا نيكست كده، نقول ماشي ده للكيرتنز بتاعي، انا محتاج الترافيك ده كله يجي على الويب سايت. هنا بقى دي نقطة مهمة جدا، أنا برضه بأكد عليها، لأن البرفورمانس جول دي إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل ترافيك وبنقول له لاندنج بيج. فممكن بقى إيه أنا يعني مش هخسر في النقطة، مش على طول هتجيب لي. أنا هدفي يا جماعة إن أنا أوصل لعدد كبير. الترافيك مهمته ان هو يوصل لعدد كبير ريليتد لمجالي. مش هقول لك مهتمين بمجالي قوي، لا ممكن ريليتد لمجالي، وانا اعمل لهم بقى ايه اناليسيس بعد كده، اعرف مين اللي مهتم ومين اللي مش مهتم بناء ان هم بيفتحوا الويب سايتس والحاجات دي كلها. فانا عندي هنا نقطه مهمه جدا، انا بقول له هنا ماكسمايز ديلي يونيك ريتش. ده الاذر جول دي، انا بقول له ديلي يونيك ريتش، يعني ان الناس دي بتخش مره واحده. الناس يعني ما اروحش
يظهر لي مره فانا دخلت عندك مره فيروح يظهر لي تاني فيحاسبني عليه. لا انا مش عايز كده. انا عاوز ان هو ايه توصل لي للناس الجديده. فهو وصل لي دخلني عندك في الويب سايت او دخلني مثلا المحل بتاعك عندك، فاوكي انا الاعلان مش هيجي لي تاني، فبناء عليه انا قاعد ببص على ناس كتير او بوصل لعدد كتير. انا عندي هنا مثلا 35 مليون ل 40 مليون، فاوكي ده رقم كويس. انا عايز اكفر الرقم ده عشان اخد منه مثلا برسنج ايا كان الماركت شير بتاعي قد ايه يعني. فعايز اوصل اخد نسبة كبيرة من الرقم ده. فانا عايز اللي هو ايه يونيك ريتش من الاخر، ان هو انا عاوز اوصل لواحد مثلا لكل حد مثلا مرة واحدة، عشان بس ايه الرقم بتاع الامبريشن او الفريكونسي ما يعلاش عندي. فاوكي احنا هنعمل الكلام ده كله تمام عادي، تمام تمام تمام. اوكي احنا هنخد يعني هنوصل بقى ان احنا ايه نعدي بس شوية. هنيجي مثلا لمرحلة الليتل تارجتنج بقى بتاعتنا. هنقول له مثلا اللوكيشن ده Emirates، هنشيل ايجيبت. اوكي انا هنا مثلا طبيعه اللي هي الباير بيرسونا، يعني طبيعه العميل اللي بيشتري، حد بيأسس مثلا شقه او فيلا، حد بيشتري ستاير او حاجه، فطبيعي مش هيبقى عنده مثلا 18 سنه يشتري الحاجات دي. فنقول مثلا السن اللي هو من اول سن بس حد يجهز نفسه للجواز، حد بيوضب اي حاجه يعني. فهو نقول ايه مثلا 23 سنه، ممكن حد يبتدي يتجوز من دلوقتي من 23 سنه لغاية سن. أنا بحب في الحاجات دي يعني السن ده طبعا بيبقى في ناس يعني بتبقى قاعدة بتعمل براوزنج كتير وكده. فأنا يعني أنا مش بحب أعدي الستين أو الخمسة وخمسين سنة. فاحنا هنسيبها مثلا يعني الرقم مفتوح شوية. الجندر دي مثلا اوكي. طبعا رجاله وستات عادي. انت ممكن هنا تعمل تيستنج للناس اللي مهتميه بالمجال ده اكتر عشان تعمل لهم اكسكلود، لان طبعا في برودكتس معينه الرجاله هي اللي بتروح تعملها يعني اللي بيشطب واللي بينزل يجيب مش عارف المنتجات وهكذا. الرجاله. المنتج مثلا تاني اللي بيجيب مثلا الحاجات بتاعت اللايتنج والكيرتنز والحاجات دي الستات. فانت برضه لازم يبقى عندك ايه الباير بيرسونا دي، الناس دي عامله ازاي، الناس دي مثلا سنها قد ايه، الناس دي مهتميه بايه، مين العميل المناسب ليا. طبعا الكلام ده كله انت ممكن تعمل لها حاجه اسمها بريك داون. احنا كنت منزلها قبل كده في فيديو. تبريك داون الادز بتاعتك وتعرف مين اللي مهتم بالمنتج بتاعك، وبعد كده تبقى تختاره. بس يعني المجالات دي هم بيشيروا مع بعض وبياخدوا رأي بعض. فاوكي احنا هنسيب اللي هي الجندر دي موجودة ونخش بقى في مرحلة الديتيل تارجتنج. الديتيل تارجتنج دي بقى مهمة جدا. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نعمل حاجة هنا. انا برضو دي انا بس مش عايز اقطع عليك التستنج. يعني احنا بنعمل هنا تيست للمنتج. انت الطبيعي ان انت هتعمل تيستنج لكل حاجة. يعني تيستنج لكل حاجة يعني ايه؟ معنى ايه؟ يعني انت ممكن تعمل تيستنج لكل مثلا تروح لل 8 مليون واحد دول، فتسيب دي بيود اودينس وما تحطش اي داتا تارجتنج، وتخليه يروح لناس كتير. تمام. هو هيروح طبعا لناس يعني هيروح لمثلا يعني ال 8 مليون واحد دول هيوريهم صور المنتجات بتاعتك، فهيدوس على من 8 مليون واحد. انت بتكفر المكان كده، انت بتكفر المكان وعايز تجيب نتائج كويس. ممكن انت بقى تلخبط الالجوريزم، او انت مثلا عندك حته ادفانس شويه ان انت عارف طبيعه المنتج او العميل بتاعك مهتم الحاجات دي اسمها ايه او ريليتد لايه. طيب طبيعه العميل مهتم بايه؟ مثلا مهتم بالحاجات اللي هو اللي هي الهوم امبروفمنت. ماشي اوكي. مجال مثلا الديكوريشن. الناس دي كلها يعني هو طبعا كل ما انا احط له هنا ديتيل تارجتنج او بيهيفيرز مثلا معينه الرقم ده المفروض بيقل او بيتغير. فاوكي دي كلها ناس مهتمية بمجال التشطيبات او مجال اللي هم يعني حد مهتم بمجال ان هو يطور الوحدة بتاعته او مهتم بالحاجات. ما هي الناس بتدور جوه الحاجات دي. يعني هو بيدور جوه الديكوريشن وبيدور جوه الكلام ده كل حد مثلا. فاحنا مثلا شغالين على الكيرتنز مثلا، فنقول مثلا الكيرتنز دي بتتحط على الويندو، مش ويندوز ويندو. تمام. ويندو بلند الحاجات اللي بتخلي بتعمل تنتد للويندو، يعني ويندو مثلا بلند. فهو لما اعمل له الكلام ده كله ويندو شاتر وهكذا. ممكن نختار برضه نسيرش على كيرتنز ونحطها. بس انا طبعا مش عاوز اكتر الرقم ده كله. يعني انا العادي يعني مش بكتر عن خمسة ستة مثلا عن كده. وممكن بقى لو انا عارف عاوز اضيق النطاق ده شويه، او انا يعني عايز اقسمهم سيجمنتس، فانا ممكن اضيق النطاق ده شويه ان انا اعمل له نار اودينس. نار اودينس دي بقى انا بعمل ايه؟
يعني مثلا الناس دي كلها مهتمين بكذا، وممكن اقول له ساكنين في كذا او بيتكلموا عربي. ممكن اقول له ايه ان انا عاوز يعني احسن الكواليتي بتاعتهم شويه. اجيب مثلا الناس اللي هم ايه الفاوندر والدايركتور والسي او، ان هم ناس عندها شركات، فانا بحاول اعلي الكواليتي بتاعت الكامبين شويه. اوكي، الناس اللي هم الاونرز بتوع مثلا بيزنس معين، ممكن ارجع اقول له الناس اللي مهتميه بالترافل. فانا برضو بحاول يعني بحسن شويه النتائج، لان الناس عندها قدره ماليه. يعني دول الناس مثلا عندهم قدره ماليه، فطبعا هو خش في مرحله التستنج. انت لازم تعمل تستنج لكل الحاجات اللي انت هتستخدمها. فانا بدور عشان احسن كواليتي الكامبين بتاعتي. كل ده انا بضيق بيه بس النطاق، ان انا بقول للفيسبوك هو انا مش هيروح يجيب لي الناس اللي بتحب تشتري. ليه؟ لان انا الجول بتاعي مش ان انا اعمل كونفرجن مبيعات. هي دي المنافسه على طول، او اللغط اللي بيجي على طول للناس في حته ان هم ليه اعمل كامبين ترافيك. طب عشان ما هي ما بتجيبش كواليتي ناس كواليفايد ليا قوي. فاوكي، طب مش طب ما تشتغل انت على ان هم يبقى على الكواليتي بتاعتهم ان هم يبقوا كواليفايد. يعني حاول تحسن الكواليتي شويه. فخلينا نمشي بس عشان ما نطولش يعني. احنا هنا كده عملنا الكلام ده كله. نيجي نيجي هنا لمرحله البليسمنت. عادي تمام، انا يعني بسيب الكامبين يظهر في كل البلاتفورمز، او مثلا طبعا الافضل انستجرام والتيك توك وكده. يعني الفيسبوك مش اقل حاجه في دول الخليج، بس يعني بيبقى عليه اودينس برضه بوتنشال بيبقى كويس جدا. بس فانت هنا كده بتكمل البوست العاديه بتاعت الكامبين بتاعتك. طبعا اتكلمنا فيها كتير. ونيجي بقى مرحله النكست. انت هنا بتختار الكرييتيفز بتاعتك، الكرييتيفز اللي انت محتاج تظهر بيها. طبعا انت برضو ممكن تيجي لمرحله التستنج بتاعت الترافيك، سوري، مرحله التستنج بتاعت الكرييتيف. ان انت عندك صوره مثلا منتج. نقول مثلا اللايتنج دي، المنتج ده كده، ده شكل المنتج. ممكن انت تخش تبيع بالصوره دي عادي. فهتلاقي مثلا الانجيجمنت عليها او الاهتمام بالصوره دي نفسها مش واضح. حد مثلا ممكن يظهر له وهو ماشي كده صوره المنتج بتاعه هنا، اللي هي اللمبه دي مثلا، هنا، فهو مش مفهومه، فما خطفتش عينه. وممكن تعمل كرياتيف تاني، فيديو حد وانس ان هو بيبتدي الفيديو حد بيفتح لمبه، فده مشهد مثلا شدك، او حد مثلا بيمسك اللمبه دي يكسرها. ايا كان الاسلوب بتاعك انت في طريقه عرضك يعني. في حاجات بروموشنز، وفي حاجات مثلا ممكن تخطف حاجة مثلا تكتب لايتنج مثلا بان هو مثلا لمبة ب1000 جنيه، او سعر غريب، او تعمل عليها اوفر. ايا كان نوع الكرياتيفز اللي انت هتستخدمه، ممكن توصل لمرحلة التستنج بعد كده. بس طبعا انت الستراكشرز دي انت محتاج تعمل تيستنج. لو يعني ما تروحش تعمل تيستنج للكرياتيف قبل ما تعمل تيستنج للاودينس. لا، انت بتمسك ناس معينه، تمام، عرفت الكواليتي بتاعت الناس دي، بعد كده هتروح تعمل عليهم تيستنج للكواليتي بتاعت الكرياتيفز. مش تمسك كرياتيف وتروح. يعني مثال، يعني ان انت مثلا تمسك منتج موبايل وتروح توريه لحد ما عندوش قدره ماليه، وبعد كده تروح توريه لحد عنده قدره ماليه. انت مش عارف مين فيهم، انت مش فاهم مين فيهم. لكن انا دلوقتي اتست اعمل ناس عندهم قدره ماليه وناس ما عندهمش قدره ماليه. طبعا يعني انا بس عايز اوصل للاخر ان انا بتست الاودينس الاول. فاوكي، انا اللي عندهم قدره ماليه دي طبعا هم دول اللي بيها عندهم قوه للشراء. فاوكي تمام، اروح بقى امسك المنتجات بتاعتي اوريها لهم، واشوف مين اللي هيشتري مني فيهم، اني منتج فيهم اللي هيشتري. فكده انا قاعد على طول بعلم الالجوريزم بتاعتي طبيعه العميل بتاعي. فهنا بس في نقطه مهمه يعني جدا، ان في ناس بتيجي تروح عامله كامبين بالاي اي وهيشتغل. طب هيشتغل ازاي وانت مش معلم الالجوريزم؟ ايه الكلام ده كله؟ تستخدم الاي اي ده اوكي بقى لو انت خلاص بقيت ميديا باير جامد، والاكونت بتاعك الالجوريزم بتاعته بقت جامده جدا، وعارفه طبيعه العميل بتاعك، والدنيا تمام معاك يعني. خش يا معلم ادي اي اي وهتمشي طبعا، وترجع وتقعد تقرا انسايتس وتعمل الاوبتمايزيشنز بتاعتك والحاجات دي كلها. فالكلام ده هو اللي بيفرق بقى الميديا باير عن اي ميديا باير تاني. فالحاجات دي كلها انت ممكن تظبطها وتعمل تيست كده. انت تبقى قاعد يعني قاعد حاطط رجل على رجل كده، عارف انت المفروض بتعمل ايه، واي كامبين معاك او الدنيا معاك سهله. طبعا طول ما انت قاعد بتحسن نتائجك، بتشتغل على الكرياتيفز اللي عندك، بتشتغل على الانجيجمنتس اللي موجوده عندك، وهكذا. فانت كده تقدر توصل تعمل انت ايه كامبين ستراكشر ناجح. الحاجات دي كلها طبعا يعني مش هنقعد كل مره نقولها. ان انت بتعمل الكول تو اكشن بتاعتك ايه، ان حد مثلا يفيزيت الويب سايت، ان حد
يدوس مثلا جيت كود او ايا كان المنتج اللي انت عامله، وبتدوس ببلش. وانس ان انت عملت ببلش هنا بتبتدي تخش مرحله الفيس 2 اللي هي المرحله بتاعه الاي بي تيستنج. هنا بيظهر لك بقى وبتعمل نفس الاختيارات دي، بس انت طبعا هتغير الكيرتنز دي للعملاء اللي مهتمين بالكيرتنز فهتبتدي تحط مثلا الناس اللي كانوا مهتمين باللايتنج. فانت كده تقدر تعمل كامبين ناجح. فبعد كده نفترض ان دي خلاص عملناها، هنيجي بقى لمرحله ان هو ايه، السيلز. ان احنا عايزين نخش بقى، طبعا احنا غذينا الويب سايت بتاعنا او الستور بتاعنا او المحل بتاعنا بالناس بتعدي كل شويه من قدام المحل، فاوكي هنخش بقى مرحله السيلز. نفس اللي احنا عملناه، عرفت اقرا مثلا من الارقام اللي طلعت هناك، فانا عندي بقى اودينس معينين مهتمين بمجال معين، اللي هم مثلا السيلز. طبعا الاوبجيكتيف بتاعته انا ممكن اعمل فيها اي بي تيستنج، بس يعني انا خلاص انا شغال اي بي تيستنج هناك، فمش هعمل اكتر من كده. فباجي هنا بعمل بقى ايه، اللي هم مثلا الناس اللي هم ايه، اللي هم كانوا مهتمين بالكيرتنز اودينس مثلا. تمام، دول اللي هم كانوا مهتمين. اخش بقى هنا ابتدي احط التارجتنج بتاع الناس دي عادي، نفس اديت التارجت اللي انا كنت حاطه هناك، لان انا عرفت ان دول ناس بوتنشال ليا شغالين كويس. او ان انا ممكن اروح اعمل من الترافيك ده كاستم اودينس، واعمل لهم مثلا اوصل لهم او اعمل لهم لوكا لايك، وابتدي اتارجتهم واروح لهم بالكرييتيفز بتاعتي. انا هنا بقى ممكن اجي هنا في مرحله السيلز واجي تيست الكرييتيفز. انا خلاص عرفت ان الناس دي بتخش، يعني الحاجات دي ادفانسد جدا يا جماعه، يعني مهمه جدا ان انتوا تعرفوها. انا ده الاستراكشر، دي الاستراتيجي اللي انت بتشتغل بيها. ما ينفعش تشتغل كده وخلاص، لا. انا عملت التستنج دي هناك. ليه؟ لان هنا مثلا الجول بتاعي هنا سيلز، فالكوست مثلا بالريزلت مثلا عاليه غاليه، فانا مش هقعد هدمر البادجت اللي معايا. يعني الشركه مثلا ممكن تديك انت كميديا باير، وتدي اللي جنبك ميديا باير، تديله مثلا 1000 جنيه وانت 1000 ريال، وسوري 1000 جنيه و1000 جنيه، انت ممكن تجيب له 10 بيرشز، فسعر البيرشز مثلا 100 جنيه، وهو التاني ممكن يجيب له 1000. فليه بقى؟ بناء على الاستراتيجي اللي هو شغال بيها دي، على الكامبين اللي هو شغال بيه دي، الاسلوب اللي هو شغال بيه. هو الراجل ده فاهم بيعمل ايه، فاهم الخطوات، مش قصه ان انا احط ديتيل تارجتنج والصوره دي حلوه فاغيرها وهكذا. فانا بناء عليه بقى يعني عرفت ان دول الاودينس اللي عندي اللي هم بيشتروا من الكامبين بتاعه الترافيك. وكمان بناء على الانسايتس اللي انا عملتها عرفت هم مهتمين بايه، مهتمين بأني منتجات. فانا ممكن اروح داخل هنا بقى، تعالى لي بقى يا معلم، اروح راصص لهم المنتجات اللي هم دخلوا وبصوا عليها واهتموا بيها واللي عمل بقى ارتو كارد واللي عمل الكلام ده كله، لان انا رجعت طبعا قريت البيكسل. فانا احط ارص المنتجات بتاعتي هنا واروح اقول له تعالى لي بقى كده، انا هنا الجول بتاعتي هقول له ماكسمايز نمبر اوف كونفرجنز مثلا. انا هنا بقى ايه، لا انا اروح للراجل ده لان هو مهتم. انا بقى عارف، مش اروح لاي حد بيدوس على الزرار وخلاص، لا لا لا. انا فارق عن السوق، وانا ادفانسد جدا عن السوق، لان انا بقول لهم ايه، روح للناس اللي هي عايزه تعمل كونفرجنز دلوقتي من الناس اللي انا قلت لك عليها. ايه بقى الكونفرجنز؟ انت بتعمل ان انا مثلا عايزهم يشتروا. فاهم قصدي؟ انت طبعا ممكن تقسمهم فيسز وتمشي معاهم، ان حد مثلا يحطها في التشيك اوت واد تو ويشنج ليست، بس احنا دلوقتي ايه، نفترض ان احنا هنشتغل على البيرشز على طول. فاوكي انت هنا كده شغال على عميل هو اوريدي دخل عندك الويب سايت وشافك وعرفك وشاف المنتج عندك، وممكن يبقى مهتم مثلا بنسبة 50 60% منه. وانت دلوقتي رايح بقى كمان للعملاء اللي عندها قدرة شرائية منهم، فانت كده المفروض الكواليتي بتاعت الكامبين بتاعتك هتبقى كويسة جدا. الاستراكشرز دي كلها طبعا بقى انت مش عارف هتحط صورة المنتج اللي هو في الاد يعني، او هتختار المنتجات اللي انت عايزها نفس السن، نفس لو انت هتعملهم مانوال تاني، او هتعمل كاستم اودينس يعني او لوكا لايك. فكل ده بالنسبه لك انت سهل. فاعتقد كده يعني ايه الفكره وضحت ان انت تعمل كامبين ستراكشر ازاي، والدنيا عندك تبقى متظبطه ازاي. طبعا انت هنا هتحط مثلا ان الجول بتاعتك او السي تي اي بتاعتك ان انت تعمل بيرشز بس، فانت كده الامور عندك كلها المفروض هتبقى تمام. يعني كل الكامبين بتاعتك كده ايه، هتجيب لك نتائج كويسه بناء عن ايه بقى، مش الاي اي شغال كويس، لا، بناء ان انت عامل الاستراكشر بتاعت الكامبينز دي كويسه. انت بتغذي على طول البيكسل، بتغذيها بناس كواليفايد ليك، ليها علاقه بيك، مش اي كامبين وخلاص. فدي استراتيجي على طول انت المفروض بتستخدمها طبعا. وفي حاجات تانية انت ممكن تعمل بيها اوبتمايزيشنز بقى، في حاجات تانية
انت كميديا باير ان انت تبتدي تشتغل مثلا على الكرييتيفز بتاعتك، ان انت تحسن الكرييتيفز المفروض بلس الكامبين دي كلها وهي شغاله كده. انت بتروح رايح على جنب عامل ان مثلا الكلاينت جالك اداك صور للمنتجات بتاعتك او منتجين ثلاثه، فانت بتخش بقى ايه، بتقسمها، بتاخد المنتجات دي بتبتدي الاول تعرف المنتجات دي كويسه ولا لا، هتبيع ولا لا. الموضوع يا جماعه مش اني يعني انا مثلا ما بقعدش مع اي حد، اي عميل ويجي يقول لي انا عندي المنتجات دي وبتاع دي هنبيعها، تفتكر هنبيعها بكام ونحط لها بادجت بكام؟ انا ما بردش على الاسئله دي، او الاسئله دي بتوضح ان العميل ده مثلا ما اشتغلش مع ميديا باير قبل كده، او ما اشتغلش مثلا مع حد كواليفايد قبل كده، او ان السؤال ده انت انا ما هقول لك ارقام وخلاص. طب ما ممكن انا اقول لك الكوست بالبيرشيز مثلا 10 جنيه 100 جنيه. طب ما ممكن يجي في سيزون الضغط عليه كويس جدا، فتلاقي مثلا الكوست بيرشيز بقت 50 جنيه، البيرشيز مثلا بقت 50 جنيه. طب دي بقى هقول لك انا شاطر واجي اوريك الارقام. طبعا كل ده يعني ايه بلح. الكلام ده بناء ان هو في كذا مترك انت بتشتغل عليهم، الكواليتي بتاعت الكريتيف مثلا، المنتج ده بيتباع ولا ما بيتباعش، المنافسه عليه عامله ازاي، اسلوبك انت او الويب سايت بتاعك انت شغال ازاي مثلا، او اسلوب اللي بيبيع عامل ازاي. مثلا لو دي مثلا حد بيفيزيت الستور عندك، فانت بتحقق من الحاجات دي مبيعات، وهكذا. ففي مليون حاجة بتعرفك انت المنتج بتاعتك دي عامل ازاي، او الكامبين بتاعتك دي ايه نتائجه. انت بقى القصة كلها ان انت بتبقى قاعد شغال بتحسن وبتشتغل، وبيبقى في شركة بقى او حد مثلا ستارت اب بيزنس مثلا شغال ان هو بيوبتمايز على طول الشغل بتاعه، او بيحسن مع الشغل بتاعه، مع الشغل بتاع الميديا باير، شغل الاوبريشنز عنده جوه، ان هو يبقى قاعد شغال الاوبريشن جوه، الناس شغاله والناس بتحسن الكواليتي بتاعتها، وهكذا. فكل ده هيفرق معاك ويوصلك ان انت توصل وتقدر تعمل سكيل. انت السكيلينج ده لازم يبقى معاك داتا مش ارقام عملاء او بتاع، لا 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 لا، ان انت يبقى معاك البيكسل بتاعك، انت استثمارك في البيكسل اصلا. سيبك من الارقام بتاعت المبيعات والكلام ده كله، اني انا بعت الشهر ده بمليون، المره الجايه بعت بخمسة بعشرة، يا فرحتي الفلوس دي في الاخر بتتاخد بتتصرف عامه. بس انا بتكلم اللي هو ايه استثمارك نفسه فين، في البيكسل بتاعك، ان هو بيكسل قوي جدا، بيكسل قوي جدا في المجال. انت الويب سايت بتاعك زاروا ناس قد كده ومنتشرين في الويب سايت، زي يا جماعه كده بالظبط كده امازون. امازون بتعمل ايه، بتلم المنتجات بتاعت الناس وبتلم بتاعه، في الاخر بتروح رايح عامله لكم. امازون بقى مثلا نفسها، طبعا اللي دخل على امازون يعني هيفهم النقطه دي. امازون مثلا بتخش بتخلي الناس تعمل مثلا افيليت عندهم، ان هم يحطوا منتجاتهم وهكذا. انا مش عايز اتطرق في النقطه بره الموضوع، بس ان هم الناس بتحط منتجات وامازون بتروح رايحه شايفه المنتجات اللي هي بتبيع او تروح هي عاملاها باسم امازون، او هي تصنع حاجه ريليتلي، او هم يخشوا في النيتش ده. فهم ايه يعني ملناش دعوه. فاتمنى يعني ان احنا نكون شرحنا الموضوع بشكل كويس، ولو في حاجه اكتبوا لي في الكومنتات.